السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو هذا لاول مره كيدخل عندي القناه، ديري ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلوك الجديد. اليوم غادي نشارك معكم واحد الشهيوه اللي كتجي رائعه ولذيذه ما تشبعوش منها. مكونات اللي هما بساط، واحد اكله غنيه عن التعريف، العنيقه ديال بيبي بالزيتون ديال الدار كما كتشوفوا، وواحد طريقه اللي هي رائعه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. دابا غادي نمر باش نوريكم مكونات ديال هاد الوصفه هذه. اول حاجه كنحتاجو العناب ديال بيبي. بالنسبه لي انا عندي في المجمد مغسولين مزيان، كنغسلوهم بالحامض وكنحيدو منهم كاع دوك الزوائد كيكونوا فيهم. المهم راه مغسولين مزيان. انا عندي في المجمد، من الاحسن جبدوهم قبل، لان باش ما شرملتوهم مزيان وخليتوهم في الشرموله كيعطيو البناء الد. بالنسبه لي انا زربانه بهم. دابا غادي نجبدهم من المجمد. غادي نقول لكم المقادير ديالهم كما كنحتاجو واحد البصله كما كتشوفوا قطعت على هذا الشكل هذا. كنحتاجو واحد نصف مصيره، هذا مصير ديال الدار مصوب على اليد. كنحتاجو قزبر معدنوس تقريبا 2 معالق ديال القزبر معدنوس. كنحتاجو الثومه، واحد 3 دوز ديال الثومه، واحد المكعب ديال الضويمه ديال الزعفران. اللي عندكم الزعفران بالاحسن ديروا الزعفران. كندوبوه بواحد شويه الماء وكنستعملوه. انا ما عنديش الزعفران دابا، غادي نكتفي بالضويمه هذه ديال، واخا ما كنصحكمش بهادشي ديال الكنور وهادشي ديال الضويمات، من الاحسن يكون عندكم الزعفران شعره. غنحتاجو الخرقوم البلدي، معلقه ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال السكنجبير، معلقه صغيره، معلقه ديال هذا القزبور اليابس اللي كيعطي واحد اللذه رائعه. ضروري الكمون يا القزبور اليابس. غندير معكم دابا القزبور اليابس والبزار بطبيعه الحال، واحد المعلقه ديال الابزار، وزيت الزيتون. نسيت ما حطيتهاش لكم زيت الزيتون بطبيعه الحال ضروريه في هذه الوصفه هذه. ودابا غادي نمرر باش نوجد معكم هذه الوصفه هذه، هذه الغديوه هذه اقتصاديه، مكونات اللي هما بساط. بقاو معايا ما تمشيو فيه. دابا كما كتشوفوا غادي نجيبوا الكوكوط ديالنا، غادي نوضعوا هاد العناق هادو. كما قلت لكم البنات من الاحسن يكونوا جبدوهم قبل حتى كيطلقوا. كنشرملهم في العطريه مزيان. انا مزروبه دابا ونسيت ما جبدتهمش، وقلت ضروري ندير معكم هاد الوصفه هذه ديال العنيقات. الطريقه ديالي كلها وطريقته كلها كيفاش كيدير ليهم. بالنسبه لي انا هذه هي الطريقه ديالي، وخصوصا بهذا الزيتون ديال الدار. هذا راه صنع فايت لي شاركته معكم، كيجيو رائعين ولذاذ. غادي نوضع البصله ديالي كما كتشوفوا. اول حاجه هي هاد البصله، غادي نوضع كما قلت لكم واحد 3 دروس ديال الثومه، مع ديك الكنوره ديال الزعفران. غادي ندير قزبور معدنوس تقريبا 2 معالق ديال القزبور معدنوس. غادي ندير الزيت ديالي كما كتشوفوا، زيت الزيتون ضروري من زيت الزيتون. وطبيعه الحال العناق يكونوا مغسولين مزيان. دابا غادي ندير العطريه ديالي، خرقوم البلدي معلقه كما قلت لكم ديال الخرقوم البلدي، معلقه ديال السكنجبير، معلقه ديال القزبور اليابس كما كتشوفوا. الا ما كانش عندكم القزبور اليابس ممكن ديروا شويه الكمون. المهم ضروري في هذا العناق كيعطيهم واحد اللذه. وبطبيعه الحال غنديروا البزار. ندعو المكونات كاملين وغادي ندير هاد القطع ديال المصير. غادي ندير الكوكوط ديالي حتى كتشحر، حتى هاد الماء ديال المصير كنديرو علاش لا. غادي ندير الكوكوط ديالي كتشحر، وبقاو معايا باش تشوفوا باقي المراحل. كما كتشوفوا غادي نديرهم على نار مهيله، غادي نخليوهم حتى كيتشحروا مزيان. كما كتشوفوا حنا كنقلبوا حتى كيطلقوا كيشربوا ديك العطريه كامله. عاد غادي نبللهم. دابا غادي نمر باش نوجد معكم الزيتون. الطريقه ديالي في التوجد ديال الزيتون ديال الدار
حيت ضروري كما كتعرفوا الزيتون كيكون شويه مار. غادي نوريكم الطريقه باش كنسلق انا الزيتون ديالي. من احسن هاد الطريقه هادي. دابا غنخليو هادشي كيتشحر، نقصوا عليه البوطه ونخليوه حتى كيتشرب ديك العطريه كامله كما كتشوفوا هانتوما. غادي نخليه يتشرب العطريه ديالنا مزيان. كما كتشوفوا كتجي واحد التغميره اللي هي رائعه وبنينه ولذيذه. وبقاو معايا باش نوريكم الطريقه ديال الزيتون كيفاش بالنسبه للزيتون كما قلت لكم، حيت كتكون فيه واحد شويه ديال المروره. احسن حاجه هو تتبغيو عاد ديروا ليه من الاحسن باش ما كيهرش لكم. بالنسبه كاينه طريقه اخرى، كاين اللي كيبدل عليه الماء واحد 3 المرات ولا 4 على الاقل، واحد الاسبوع نهاريه نهار لا كنبقاو نبدلوا عليه الماء. من بعد كنديروا الحامض والملحه في داك الماء الاخر اللي غادي نبدل من بعد ما طبنا الزيتون ديالنا. ديك الطريقه جربتها كتهري ليا الزيتون. دابا وليت كندير كنبغي عاد كنهز منه هانتوما كما كتشوفوا. بعد ما كنبدل ليه الماء نهاريه ونهار لا لمده اسبوع، كنجيب الزيتون ديالي، كنجيب الماء شويه الماء غنوضعو فيه هذا الزيتون هذا ديالي. وغادي ندير واحد شويه ديال الحامض، نص حامضه. غادي نزيد واحد شويه، نص حامضه معصوره. وغادي ندير بطبيعه الحال الملحه، وغادي نردو كيغلا فوق البوطه. غادي ندير الملحه القياس، غادي ندير الملحه ديالي وغادي نردو فوق البوطه يغلى واحد 5 حتى 10 دقائق ونزولو. هذه هي الطريقه ديالي في الزيتون باش ما كيهراش ليا، وكنبقى نهز منه بشويه بشويه. دابا كما كتشوفوا من بعد ما تشحروا لنا العنيقات ديالنا هانتوما كما كتشوفوا، وتشربوا العطريه مزيان كما كتشوفوا هانتوما. غادي نجيبوا الماء الكافي، قياس ديال الماء، وغادي نزيدوه على هاد العنيقات هادو حتى كنغطيوهم. وغادي نسدو عليهم واحد المده ديال نصف ساعه تقريبا. وبقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد العنيقات ديالنا. والوصفه ديالي اللي عجبتكم باش تجربوها وتردوا عليا الخبر، راه كتجي رائعه وبنينه ولذيذه البنات. بقاو معايا ما تشوفيه باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الطويجين ديالنا ديال العنيقات اللي كيجي رائع ولذيذ ومعلك. ودابا كما كتشوفوا وصلنا للشكل النهائي ديال الغديوه ديالنا. كما كتشوفوا كتجي واحد المريقه اللي هي معلكه، زينتها بالزيتون ديال الدار مع المصير على هذا الشكل هذا. قسمت على هاد جوج طويجينات هكا. هاد الطبله عندي طويله باش اللي في هاد القنت ياكل واللي في القنت الاخر حتى هو ياكل. هانتوما كما كتشوفوا هادو هما القريشطات ديال بيبي على هاد الشكل هذا. جربوهم بهاد التغميره هادي كيجيو مدغمرين ورائعين، خصوصا بالزيتون ديال الدار على هاد الشكل. غادي نحاول انا نشد منه هاد العام مبقاش عندي، غادي نعاود نقلب باش نصاوبو. ضروري هو المصير يكون عندكم في الدار. هذه هي المرقه ديالنا، راه قطعتها بواحد شويه ديال الزعلوب كما كتشوفوا مع هاد السلطه اللي شاركت معكم. هذه راه ولات ضروريه عندي مع اي وجبه ضروريه. واخا دابا الشتوى حنا بقى عندنا الصهد، واخا هي سلطه صيفيه، ولكن راه مغذيه وصحيه كتبقى دائما. كما كتشوفوا هذه الغديوه ديالنا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها بهذه الطريقه هذه، وردوا عليا الخبر ضروري في الكومونتير. ما تنساونيش البنات الميجان. ودابا ما بقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم الى وصفه اخرى ان شاء الله.